عسلامة ومرحبا بكم. اليوم جبت لكم وصفة جديدة، قطايف شرقية بنة على بنة. عملتها بزوز طرق. الطريقة الأولى عملتها بالكريمة، والطريقة الثانية عملتها مقلية. بنة على بنة حبيت نوريها لكم من داخل. قبل ما نبداو في المقادير والطريقة حبيت نوريكم الهشاشة اللي جات فيها وحشوة ياسر بنينة. شوفوا مع بعضنا الطريقة. بالنسبة للمكونات عندي لهنا 2.5 كيس فرينة عادية، نص كيس سميد متوسط، عندي مغرفة كبيرة سكر، مغرفة صغيرة خميرة حلويات، ومغرفة صغيرة خميرة خبز، ورشة صغيرة ملح باكو فانيليا، وعندي شوية عطرشية، ومغرفة كبيرة عسل طبيعي. ولهنا تو باش نبداو في الطريقة. نحط المقادير الكل مع بعضهم النواشف، باش نضيف مغرفة عسل، باش نضيف العطرشية، ونبدأ نضيف الماء بشوية ونخلط حتى نتحصل على خليط بالطريقة هذه. الماء تضيفوه بشوية. انا استحقيت بريس 3 كيسين ماء دافي لهنا. بعد ما خليتها ارتاحت نص ساعة فما فوق، باش نبدأ نشكل فيها. حطيتها في دبوزة كما هكا كما تشوفوا بالطريقة هذه، باش تجيكم الكعيبات نتاعكم الكل بنفس الحجم. دونك كما تراو اذا نتحصلوا عليهم بالطريقة هذه. نطيبوهم على جهة واحدة ونغطيهم، نحطهم في منديلة ونغطيهم باش يقعدوا طريين، ومن بعد كيف نجيو نلصقوهم يلصقوا معنا. دونك نأكد يلزمكم تغطيهم مليح. عملت كعيبات صغار باش نعملهم عصافيري، وعملت كعيبات كبار باش نقليهم ونحشيهم بالفواكه اللي موجودة عندكم. دونك كيما تراو اذا من تالي يبداو مش منقبين ومن القدام منقبين. دونك لهنا الحشوه نتاعي عندي 2 مغارف عسل، 2 مغارف نواه كوكو، شويه فواكه، مغرفه كبيره زبده، ومغرفه كبيره شاميه. دونك لهنا باش نحط النواشف الكل مع بعضهم. عندي مغرفتين عطرشيه، مغرفه عسل، ذوبت الزبده والشاميه مع بعضهم، وباش نخلطهم الكل مع بعضهم. دونك تحصلت على ميلانج بنه على بنه. بالحق جربوها الخلطه هذه ياسر بنينه. لهنا الكعيبات الكبار كما تشوفوا باش نحشيهم بذيك الميلانج اللي عملته، وباش نسكرهم مليح يتسكروا معنا فاسيلمون ما يتعبوش، وباش نقليهم في زيت يكون سخون مليح. ومن بعد باش نسقيهم بشويه عسل طبيعي. انا عملت عسل طبيعي ما عملتش شحور الحقيقه. دونك كما تراو لهنا يتسكروا معكم بكل سهوله. ومن بعد باش نحضر الكريمه نتاع القطايف العصافيري اللي باش نوريهم، اللي وريتهم لكم في اول فيديو. عندي باكو كريم باتسيغ طيبته، وعندي باكو كريم شانتي كيف ركضته. لهنا الكريم باتسيغ بعد ما برد باش نخلط معاه هذيك الكريم شانتي ونركضهم مليح. زدت ضفت له نكهه العطرشيه. الكريم باتسيغ راهي جات بنه على بنه. الكريم هذه ننصحكم انكم تجربوها ياسر بنينه. دونك بعد ما نركضهم هكا مليح مع بعضهم باش نكمل نضيف عليهم هذيك الكريم شانتي ونكمل نركضهم. ولهنا باش كيف باش نعمل القطايف نتاع العصافيري بالطريقه هذه، ونحشيهم بهذيك الكريمه وجيو ياسر بنين، وتزينوهم بالفواكه اللي تحبوا عليهم انتما. ان شاء الله تكون عجبتكم الغوسيت وتجربوها. شهية طيبه الناس الكل، وبسلامه.